السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. اذا المنتخب الوطني طاح في المجموعه السادسه واللي كتضم كل من منتخب الكونغو الديمقراطيه وزامبيا وطنزانيا. اليوم غنحاول نقربكم من تاريخ المواجهات اللي جمعت بين المنتخب الوطني والمنافسين ديالو في هذه المجموعه. واول منتخب معنا هو منتخب التنزاني واللي سبق للمنتخب المغربي وواجهوا في 4 ديال المناسبات في تصفيه كاس افريقيا 2012 في دار السلام، والمباراه كانت سالات بفوز المنتخب الوطني ب1-0. كذلك المباراه الثانيه فاز بها المنتخب المغربي بنتيجه 3 ديال الاهداف لواحد، وبهذا الفوز كان ضمن المنتخب الوطني انذاك تاهل بشكل رسمي للكان. وتجدد اللقاء المنتخبين في تصفيات كاس افريقيا 2014 وانهزم المنتخب المغربي في تنزانيا ب3 ديال الاهداف لواحد. وفي مباراه الاياب فاز المنتخب المغربي ب2-1. وفي هذه الفتره كان كيمر المنتخب المغربي من اصعب الفترات ديالو وكان تحت القياده ديال المدرب رشيد الطوسي. اما بخصوص منتخب زامبيا جمعته مع المنتخب المغربي 16 مواجهه، ومن اشهر المواجهات اللي جمعت المنتخبين هي اللي كانت كتعلق بتصفيات كاس العالم 94، وكان فاز المغرب انذاك بمركب محمد الخامس ب1-0. وهذا الشيء جاء من بعد الحادثه اللي كانت وقعت للمنتخب زامبيا ملي تحطمت بهم الطائره وخسروا معظم اللاعبين ديالهم. وفي تصفيات مونديال 74 فاز منتخب زامبيا ب4 ديال الاهداف ل0 على المنتخب الوطني، وحتى في الاياب خسر المنتخب الوطني ب2 ديال الاهداف ل0. ورجعنا تلاقينا مع منتخب زامبيا في تصفيات مونديال 82 وفاز المنتخب المغربي ب2 ديال الاهداف ل0، ولكن في الاياب خسرنا بنفس النتيجه اللي هي 2-0، وتحسمات النتيجه لصالح المغرب من بعد ما رجعوا البيلانتيات. وتجدد اللقاء مع منتخب زامبيا في تصفيات مونديال 90 وفاز المنتخب المغربي في المباراه الاولى ب1-0 وخسرنا ب2-1 مباراه الاياب. هادو كانوا ابرز المواجهات بين المنتخب المغربي ومنتخب زامبيا، المنتخب اللي شارك 17 مره في الكان وفاز باللقب سنه 2012 مع المدرب الشهير الفرنسي هيرفي رونال. ومنتخب زامبيا خسر 2 ديال النهائيات وقدر يوصل للمربع الذهبي 3 ديال المرات. ندوزو المنتخب الكونغو الديمقراطيه. سبق المنتخب الوطني واجه منتخب الكونغو الديمقراطيه 13 مره وكانت الغلبه للمنتخب المغربي في 4 ديال المواجهات، وفاز منتخب الكونغو الديمقراطيه في 3 ديال المباريات، وتعادلوا المنتخبين في 6 ديال المواجهات. المغرب سجل 16 هدف على جمهوريه الكونغو الديمقراطيه في جميع المواجهات اللي جمعتهم، والكونغو سجلات 10 ديال الاهداف. الاساس ان الناس اللي كيقولوا ان المجموعه اللي طاح فيها المنتخب المغربي مجموعه سهله وفي المتناول، انا كنقول العكس، المجموعه فيها توازن كبير وخاصكم خدمه كبيره وما نستهنوش بالخصوم. والتاريخ ديال المنتخب والناس اللي متبعين المنتخب من شحال هذه كيعرفوا ان المنتخب الوطني يقدر يربح بلجيكا ومن بعد سيمانه يتعادل مع جزر القمر او السودان. مع كل احترامي لهذه المنتخبات، لكن هذا واقع المنتخب المغربي كان من ديما كيلقى مشاكل مع المنتخبات المغموره، بالاخص اللي كتكتل دفاعيا، رغم ان افريقيا حاليا ما بقاوش فيها منتخبات مغموره، كل شيء تقريبا ولا كيتوفر على تركيبه بشريه ومنظومات اقل ما يقال عليها محترمه. شخصيا كنشوف ان معظم المنتخبات اللي غنواجهوهم غيتكتلوا دفاعيا وغيحاولوا يلعبوا على المرتدات. كنتمنى ان الناخب الوطني يخدم على هذه النقاط هادو وما نطيحوش في نفس المشكل اللي طحنا فيه مع هيرفي رونال. والاساس ان المجموعه اللي طاح في المنتخب المغربي هي مجموعه متوازنه وخصها خدمه وتركيز. اذا الشيء اللي كاين ما تنساوش تعطيوني الاراء ديالكم، وفي الاخير الله ينصر اخواننا في فلسطين. كيف العاده اللي مازال ما انضمش لعائله فوتفليكس رجع البوطونه القريه بيضاء وهو معنا. كان معكم اخوكم محمد من قناه فوتفليكس. صلوا على رسول الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتفاءلوا خيرا تجدون.